مبروك كابتن محمد، فوز كبير وبنتيجة عريضة في تونس بالذات. الحمد لله طبعا. ببارك للعيبه وببارك للجهاز الفني وببارك للاداره. طبعا احنا عملنا ماتش كبير. طبعا فرقه الترجي فرقه كبيره جدا، واحنا كنا عاملين لها حساب. بقالنا اسبوع بنحضر المباراه، احنا كنا عارفين ان المباراه تبقى صعبه، عشان كده اللعيبه كانوا مركزين جدا وهم كانوا مركزين. احنا بنعمل لاي فرقه حساب كبيره وصغيره زي ما انا بقول على طول. اهم ماتش هو الماتش الجاي. الحمد لله طلعنا بالنتيجه ديت، وان شاء الله لسه في ماتش تاني في مصر، وان شاء الله احنا لسه ما تاهلناش، وان شاء الله عندنا ماتش تاني. نفكر النهارده نفرح، نقول بكره ان شاء الله نقفل الصفحه ونركز ان شاء الله في الماتش الثاني عشان نصعد ان شاء الله للنهائي. هو تواضع منك يعني كابتن شناوي انه 3-0 تقريبا خليني نقول محسومه، لانه الترجي وانت تعرف الترجي واجهته في المناسبات يبدو لي بالغيابات بقله الرصيد البشري من اضعف نسخ الترجي التي واجهتموها في السنوات الاخيره. محمد بصراحه لا خالص مش تواضع والله خالص، بس انت بتتكلم الكره ملهاش حسابات. انت النهارده التوفيق كان معاك النهارده، وممكن الماتش اللي جاي التوفيق ما يبقاش معاك. ده اهم حاجه، احنا لازم نحضر بشكل كويس. احنا اهم حاجه الفرقه تحضر اللي احنا لسه ما تاهلناش، وده اللي احنا هنتكلم فيه الفتره الجايه بعد ان شاء الله ما نرجع مصر ان شاء الله. هنتكلم اللي احنا لسه ما تاهلناش. وطبعا لا، فرقه الترجي فرقه كبيره يا جماعه، يعني من اقوى فرق في افريقيا، على طول بتبقى في نصف النهائي، على طول بتبقى في النهائي بطولات. لا عندنا ماتش كبير. احنا الحمد لله النهارده خدنا نتيجه كبيره. بس برضو احنا ان شاء الله نفرح بعد ما نصعد ان شاء الله. محمد بصراحه ما سر تألق الاهلي وتحول الاهلي لما يدخل الادوار المتقدمه من تشامبيونز ليج؟ لانه مش المره الاولى انه الاهلي في دوري المجموعات يعاني كرويا بين ظفرين، لكن الاهلي بمجرد ان يتخطى دوري المجموعات فيتحول وروح جديده في الفريق. طبعا الفترة اللي فاتت على طول بنوصل في دوري المجموعات ما بنبقاش كويسين، بس الفترة على طول دي بتبقى كمية ماتشات عندنا في الدوري والكاس وفي افريقيا، ويعني بيبقى فيه ماتشات كتير. بتبقى لسه يعني اللعيبة بتبقى مجهدة شوية، بتبقى بس اهم حاجة بالنسبة لنا اللي احنا نعدي الدور. ده الفترة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم عليها على طول دايما، هو بس ضغط المباريات. دلوقتي الحمد لله الامور ماشية كويس، اللعيبة مركزة. اهم حاجة انت لازم تكون صبور، لازم تكون واثق في فرقتك، لازم تكون عارف قيمه النادي الاهلي. اللعيبه لازم تبقى على طول، احنا بنتكلم معاهم كده على طول. احنا لازم على طول بنبقى مركزين. خلاص اليوم خلص بننساه، كسبنا خسرنا لازم ننسى خلاص، الماضي ما بيرجعش تاني. ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما، وعلى طول احنا الماتش الجاي هو اهم ماتش. خلاص احنا الفتره اللي فاتت كان في ضغط مباريات، ده السر كله ان احنا بنركز في اللي جاي. اهم حاجه الماتش الجاي، اهم حاجه الماتش الجاي، واهم حاجه نبقى مجموعه مع بعض، نلعب كتيم، ما نلعبش ما فيش حد افراد، ما فيش حد اكبر من حد، ما فيش حد نجم عن حد. احنا كتيم، وده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي، وده التركيز اللي احنا مركزين عليه الفتره الجايه. خلاص النهارده زي ما قلت لحضرتك نفرح، وبكره ان شاء الله نقفل الصفحه ونصعد ان شاء الله من مصر ان شاء الله في وسط جمهورنا اللي هيكون موجود ان شاء الله، ونفرح مع الجمهور ان شاء الله. احنا لسه ما تاهلناش، ونفرح مع الجمهور ان شاء الله. مبروك مره اخرى محمد، شكرا ليك، بالتوفيق طبعا.